هتستخدم اي مزيلات عرق. مزيلات العرق كلها بتسبب اسمرار وكمان بتخلي مع الوقت ريحتك مش كويسه. المشروب الرائع اللي سيح دهون الفنانه الشهيره. هتعملي ايه لو انت نازله مشوار طويل جدا ومحتاجه حاجه تساعدك انه ما يظهرلكيش اي ريحه عرق؟ انا ما كنتش بستغنى عن ده طول الحج. السلام عليكم. اقوى واحسن ديودرنت بعد خناقه طويله حصلت على موضوع الصن بلوك وازاي احنا مش هنسمع كلام البلوجرز تاني. انا ما كانش قصدي حد معين ولا كان قصدي شركه معينه عشان شركات كتيره كلمتني، يعني انا بتكلم على تجربتي الخاصه والمنتجات موجوده، اتفضلوا شوفوها بنفسكم واعرفوا اذا كانت فعلا فيها اللي انا قلته ولا لا. المهم جالي اسئله كتير بقى ان احنا عاوزين ديودرنت، فانا بقى هديكم خلاصه التجارب. خلاصه التجارب ده احسن ديودرنت ممكن تستخدميه وتنسي بعدها طول الصيف انك ممكن تحتاجي تاني اي حاجه للعرق. بس في الاول عاوزه اقول لكم على حاجه، في حاجات معينه ممكن تكون سبب في ان يظهر لك ريحه عرق غير انك تكون مش مهتم بنظافتك الشخصيه. طبعا دي اول حاجه، اهتم بنظافتك الشخصيه دي بريورتي، ولكن في ناس كتيره جدا مهتمه بنظافتها الشخصيه وبتاخد شاور طول الوقت وبرده في ريحه للعرق عندها. ده بيكون لاسباب كتير جدا ليها علاقه بالهرمونات، التغذيه، مشاكل في معدتها. انا اقول لكم ازاي بحارب ريحه العرق اصلا انها تظهر لي. المعده هي بيت الداء، لو احنا نظفنا معدتنا عمرنا ما هيظهر لنا ريحه عرق مش كويسه. طيب ازاي ممكن نعمل كده؟ بالمشروب الرائع اللي سيح دهون الفنانه الشهيره. هنتكلم في النقطه دي بعدين ونقول اذا كانت حقيقه ولا خيال، ولكن المره دي هنتكلم عنه ان هو ازاي ديتوكس هايل عمره ما هيخلي يظهر لك اي ريحه عرق، واتكلمت عنه كتير جدا وحضرته معاكم قبل كده فيديوز كتير جدا. المشروب الاخضر هو اقوى حاجه ممكن تحاربي بيها ظهور ريحه ميه الديتوكس اللي كلكم عارفينها وحضرتها معاكم قبل كده. ازازه الميه دي ما بتفارقنيش طول الصيف وطول الشتاء لانها كمان بتحسن جدا معدل الهرمونات. خلاصه التجارب اللي انا جربتها طول الوقت، دول سلاح ضد العرق، جربوه عمركم ما هتندموا. ماما كانت مفهمانا من واحنا صغيرين ان احنا عمرنا ما نستخدم اي حاجه للعرق، الحاجات دي مضره ما ينفعش نستخدمها. عمرنا ما اشترينا ديودرنت، امال بنستخدم ايه؟ ولاد وبنات دايما بنستخدم المزيل العرق الوحيد اللي ماما بتثق فيه. يلا بينا بقى اقول لكم ترشيحات ماما، وهي اقوى بلوجر ممكن تتابعوه. ده اقوى ديودرنت ممكن تستخدميه، ما تستغنيش عنه لو عندك مشوار طويل، ده الوحيد اللي هيشرفك. ابعدي عن اي حاجه ليها ريحه وكل الكلام اللي بتسمعيه ده، وسيبك من ترشيحات البلوجرز اللي ملهاش اي لازمه دي، ركزي في ده. هو ده اللي بنوريه لكم. حد عارف دي ايه؟ اقول لكم بسرعه كده عشان الفيديو ما يبقاش طويل عليكم. هو الشب. روحي لاي عطار واطلبي منه شبه مطحونه وما يضيفش عليها اي روايح، لان الروايح دي هي اللي بتسبب اسمرار للمنطقه دي. الشب هي اكتر حاجه ساعدتني طول فتره الحج ان انا احج بسلام وامان وما احسش ان انا متضايقه ولا حد متاذي مني ولا انا نفسي متاذيه ولا في اي ريحه للعرق، مع ان كان في مجهود كبير جدا بنبذله. كنت بوزع منه على كل اصحابي اللي كانوا موجودين لانهم للاسف ما كانوش لاقيين منتجات ملهاش ريحه، وده الحاجه الوحيده اللي ملهاش ريحه. شابه مطحونه حطيها في اي علبه عندك، واي سبونج انا اللي حطاها في العلبه دي وبستخدمها بالسبونج دي عشان تسهل عليا بس. واستخدميها بعد كل شاور، استخدميها قبل ما تنزلي، وهتدعي لماما لان هي السبب في ان هي عرفتنا على الشابه دي، لانها طول عمرنا بتحذرنا من كل الحاجات الكيميكالز اللي موجوده، وعمرها ما وافقت ان اي حد فينا يستخدم اي حاجه من الديودرنت. وفعلا احنا الحمد لله عمرنا لا بنعاني من ريحه عرق ولا من اسمرار في المكان ده ولا بنتحط في اي مواقف محرجه. مش هوصيكم ان انتوا تكملوا مع الشابه، وما تنسوش المشروب الاخضر الفظيع، وطول اليوم معاكي ازازه الميه ديتوكس، وهم دول اقوى سلاح ممكن تواجهي بيه العرق. وما تنسيش تعملي شير للفيديو ده مع صاحبتك اللي بتعاني من ريحه العرق.